ورحمة الله وبركاته. صباح الورد، صباح الفل، يا صباح الياسمين على كل حبايبي الحلوين اللي مشتركين واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد. صباحكم فل، صباحكم قشطة، صباحكم نادي زي السكر في الزبادي. بنصبح ونمسي على الناس اللي ناسينا ومش فاكريننا. يلا بينا نصلي على النبي ونزيد النبي الصلاه ونوحد الله وندخل بينا على شركه يوميات نانا. عامله لنا عروض وخصومات وتخفيضات ليه يا بنتي يا نانا؟ للقنوات اللي عايزه تشتغل واللي عايزه تفتح قناه من بيتها واللي عايزه تفتح صفحه على الفيسبوك واللي عايزه تشتغل على التيك توك والكواي وانستا وكل حاجه. عايزه توصلي للشركه دي، عامله لك عروض الشهر ده احلى من الشهر اللي فات. هسيب لك الرقم بتاع الباشمهندس محمد في اول تعليق مثبت. تعالي بقى ادخلي شوفي الحزن اللي نانا فيه. هو ايه الحزن يا نانا؟ بصوا انا بقالي كتير مش بصور، بقالي فتره طويله عماله اقول لكم انا عندي ضغوط وعندي ربنا ما يبتليكوا باللي عندي. تمام ازيد من شهر ما بصورش، والله ما صورت في الشهر اللي فات ده غير فيديو واحد ونزلته لكم. تمام. لسه من كام يوم كده رحت صورت فيديو تاني بس مش في البيت. تعالوا بقى شوفوا اللي انا فيه في البيت. انا ما بحبش اصدر طاقه سلبيه، انا بحب اصدر طاقه ايجابيه دايما. بس انا تعبت نفسيا وصحيا وكل حاجه، مش عارفه اشتغل، مش عارفه اصور، مش عارفه في ايه اللي حاصل لي اساسا، مش عارفه افتح كاميرا، مش عارفه اقف قدام الكاميرا كده. تعالوا شوفوا اللي بيتي وصل له والكارثه الكبيره اللي انا فيها في بيتي، اللي عمري في حياتي انا 38 سنه دلوقتي، 38 سنه ما حصليش الموضوع ده قبل كده. من يوم ما اتجوزت وجبت ولادي ولحد دلوقتي شايلة حمول وبشيل كل خبطة والتانية باخدها رزع على دماغي وبقول الحمد لله. عمري في يوم ما وقفت وقلت استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ راضيه وصابره وهرضى وهصبر لحد الاخر. تعالوا شوفوا الكارثه اللي انا فيها. مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده لان الفيديو هيبقى طويل وانتوا نفسكم هتزعلوا عليا من اللي انتوا هتشوفوه في قلب الفيديو ده. وبعد الفيديو ده ما هيخلص هحاول جاهده ان انا يعني اصور فيديو وهصلي على النبي واستغفر ربنا كتير، جايز ربنا يفك كربي واقدر اقف قدام الكاميرا تاني واعمل لكم فيديو. تعالوا بينا بقى شوفوا المشكله اللي انا فيها وشوفوا الكارثه اللي في بيتي. يلا بقى كده خشي على الريسبشن. ده الريسبشن بتاعي اهو، بصي بتفاصيله بسلطاته ببابا غنوجه بكل حاجه. وده الستاند اللي لسه كنت بصور لكم فيه اهو. بصي بقى دي السفره ايه بتاعتي. الكيسه دي هدوم هتروح لاصحاب نصيبها، ولسه لحد ما اطلع باقي الهدوم وهوديها لاصحاب نصيبها. دي هدوم ولادي قلعين هدومهم هنا اهي، مرميه من يوم ما جم اهي بالتفصيل اهو. والله العظيم ما بخبي عليكم حاجه، بصوا كل حاجه اهي زي ما انتوا شايفين كده. ادي الارض هنا طبعا. تعالوا انا باخدكم من بره لجوه. ده المطبخ. الحاجه الوحيده اللي انا كنت غسلاها ومظبطاها البوتاجاز، كنت عامله الوصفه اللي انا كنت بقول لكم عليها دي، انا بشتغل فيها في البيت على طول. دي فراخ اهي جايبها لسه ما عملتهاش، لسه هعملها دلوقتي. احنا بعد العصر ما عملتش اكل لولادي اهو. دي مواعين كنت غسلاها. ده مطبخي. بصوا فجأة وما كنتش ناويه اصور فيديو. دول 4 اكياس رز بعد جبتهم للفرد الواحد 4 اكياس بس. ده مطبخي وده الريسبشن بتاعي. تعالوا بقى ندخل على الاوضه جوه. زي ما انتوا شايفين كده اللي انا فيه. تعالوا يلا. دي اوضه الولاد اهي. دي المشاية الكهرباء بتاعتي اللي انا ما بمشيش عليها اساسا. دي اوضه ولادي. عندي الولا ادري تعبان واخد نزله برد، لسه مقوماه من على السرير ده والله بالعافيه من هنا. قلت له قوم هصور فيديو، قال لي مش قادر. قلت له هصورك وانت نايم.
وادي السرير التاني، وادي الارض يا جماعه. والله بصور لكم وما انا قصدي اساسا ان انا النهارده اصور فيديوهات. ودي المروحه ملبساها كيسه اهو، بس للناس اللي بتقول كفايه اشتغالات. تعالوا كده انا واخداكم معايا خطوه خطوه، اتفرجوا. دي سوق الجمعه، دي انا اخداها سوق الجمعه، دي مش اوضه نومي، دي مش اوضه نومي. اتفرجوا اتفرجوا اهو، شايفين المنظر ده زي ما انتوا شايفين كده. ده ابني كمان نايم اهو. دي هدوم اهي، ودي هدوم في الارض، ودي هدوم، ودي هدوم شتوي، ودي بطاطين مطلعاها اهي، غسلاها ومطلعاها علشان الشتاء اهو. شايفين بقى يا جماعه اللي انا فيه اهو. ادي الاوضه، دي اوضتي اهو. زي ما انتوا شايفين الاوضه بايظه كده زي ما انتوا شايفين اهو. تعالوا بقى معايا كده. استغفر الله العظيم يا رب. بس ده للناس اللي بتقولي انتي ما فيكيش حاجه يا نانا والدنيا معاكي زي الفل اهو. تعالوا شوفوا البلكونه اللي انا مش عارفه انضفها بقالي شهر، مش عارفه ادخل فيها ولا انضفها، بفتحها واقفلها تاني اهو. اهو يا جماعه شايفين التراب، شايفين التراب ده اهو. السجاد في الارض اهو، المفروض مغسول وهنفرشه في البلكونه. ودي الانابيب بتاعه الغاز اهي يا جماعه اهو يا جماعه اهو. زي ما انتوا شايفين كده اهي اهي. ده الطبيعي بتاعي. تمام. مخنوقه من كل حاجه، مش عايزه اشتغل في حاجه، نفسيا مش جايه معايا بشغل خالص، بفتح كاميرا. يعني قصدي اكل عيشي، ده اكل عيشي مبدئيا، ده اكل عيشي. القناه دي اكل عيشي. اول حاجه كنت بصور كل يوم فيديو، كل يوم منزل كل يوم فيديو. دلوقتي بقيت بصور فيديو، بنزل فيديو كل 3 ايام او 4 ايام فيديو. ريتش قناتي بدأ في النازل على اليوتيوب وعلى الفيسبوك معروف. جايه ضبه ومفتاح المشكله اللي في الفيسبوك دي معروفه. كل الناس دلوقتي بقت عارفه ان انا عندي مشكله على صفحتي على الفيسبوك. بعد الفيديو ما كان بيجيب 2 مليون مشاهده و10 مليون مشاهده و3 مليون مشاهده، دلوقتي على الفيسبوك العين فلقت الحجر. وانا عارفه دول مين، انا عارفاهم عينيهم. دول مين دول؟ انا عارفاهم. يعني انا سيبنا بقى من متابعيني او اي حد بيشوفني بيتابعني بيحبني، عمره ما هيبصلي. وهيبصولي على ايه؟ فيا ايه جديد ولا فيا ايه اتغير؟ رحت فيلا، رحت شقه تمليك، زي ما انا في ايجار والحمد لله ولله الحمد. تمام. اللي حاطيني بقى في دماغهم ممكن تلاقيهم مش بعيد عنك. تمام. بس انا من مكاني ده والله بقول لهم، بوصل لهم رساله: ربنا يبتليكم باللي انا فيه، ربنا يرزقكم بالهم اللي انا فيه. يعني خدوا بقى، شيلوا من عندي شويه كده، جربوا عشان يعني تسيبوني في حالي بقى، ترحموني شويه. ده شقتي ودي المصيبه اللي في شقتي، كارثه. دي بالنسبه لي انا كنانه دي كارثه. انا مصورتلكوش الليفنج عشان امي قاعده فيه وانا مش حابه ان انا اصورها بصراحه. ما بحبش انا يعني بسيب كل حد حابب يطلع على السوشيال ميديا براحته يطلع. هي مش رافضه ولا حاجه، بس انا مش مجبره قوي ان انا اصور لكم. بصوا امي زعلانه، شوفوا امي متضايقه. لا انا مش بتاعت الكلام ده خالص. انا طالعه لمتابعيني اللي كل شويه واحده او 2 أو 3 او حد معين برضك انا عارفاهم: هو انت يا نانا كل شويه تعبانه؟ هو انت كل شويه عندك مشاكل؟ هو انت عندك ظروف؟ يا جماعه يوم ليك ويوم عليك. هي الدنيا ساقيه، بتلف تلف 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 وبتيجي عندك او بتيجي عندك. هي عندي انا شهر 30 يوم يا ربي، 30 يوم مش عارفه افتح كاميرا.
مش عارفه اصور. انا كنت كل يوم ممكن في اليوم الواحد اصور فيديو او 2. ده يجوا الناس بقى الشفاطين اللي هم قاعدين يعني عندهم قنوات وكل ما ينزلوا فيديو ما عندناش مشاهده، ده احنا ما بيجيلناش لايكات، ده احنا ما بيجيلناش كومنتات. اتفرجوا على اللي احنا بقينا فيه. بصوا ايديكوا وش وظهر كده وقولوا الحمد لله. وانا بوجه الكلام ده، هم عارفين نفسيهم تمام. فضلتوا تدخلوا لي كل شويه على الواتساب، انتي مشاهداتك نار، انتي مولعاها، انتي عاملاها، انتي مخلياها. خلاص اهو جبتها لكم ضبه ومفتاح يا جدعان وقفلتها لكم. ما بقتش بنزل فيديوهات، ما بقتش بشتغل. اشتغلوا انتوا بقى، كلوا عيش انتوا بقى كده وارحموني انا، سيبوني بقى ربي ولادي لو قدرت اكمل تربيه ولادي. نفسيا زي الزفت بالحرف، مكنش حابه ابدا 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 اطلع لكم بالفيديو ده، بس طلعت بيه لاني جبت اخري. مش عارفه، انا ماليش حد غيركم اشتكي له، ماليش حد غيركم اتكلم معاه. عندي، اما هو انت مالكيش اهل ماليه، بس انا ما بحبش اشيل هم لحد. كل واحد عنده همه كفايه، كل واحد شايل عبء ومشاكل في حياته كفايه. كل واحد فينا ربنا اللي عالم بيه. بس انا يعني مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه اقول ان انا يعني حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيظلمني وبيجي عليا. حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد باصص لي في رزقي وفي اكل عيشي. حسبنت ربي وفوضت امري لله، حسبنت ربي وفوضت امري لله. الا اكل العيش محدش يبص فيه لحد. انتوا عارفين نفسكم، انا بكلمكم وانتوا عارفين نفسكم. متابعيني دول بيدعموني وبيقفوا في ظهري وبيسالوا عليا وما بيسيبونيش وانا بشكركم من كل قلبي، بشكركم جدا 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 على سؤالكم عليا وعلى حبكم الدائم ليا وعلى تعاطفكم الشديد معايا في اللي انا بمر فيه. اللي انا فيه مش كفايه ان انا اطلع اعمل فيه فيديو كده اوريكم بيتي وهو متبهدل. في حد رخم كده هيدخل في الكومنت، احنا مالنا يا اختي انت طالعه تورينا بيتك وهو بايظ ومتبهدل ومتكركب؟ بقى كفايه طالعه اوريكم بيتي علشان الكومنت السلبي اللي هيجي ده منك انت او منك انت هتبقوا عارفين ان انتوا سبب رئيسي في اللي انا فيه. سبب رئيسي في ايه؟ في نبركم وحسدكم ورشالكم وكلامكم كتير. بيجيلها فلوس كتير، بيجيلها دولارات كتير، دي شغاله مولعاها، ولادي ما بقوش بيخفوا. ده مبدئيا كده التلاتة ما بقوش بيخفوا، ما بقاش في حاجه اسمها عندي فاصل ومواصل. بقينا في البيت يعني احنا ودي واحد كده كده، ولادي 3، ده يخف ده يقوم ده ينام ده كده. انا بقيت ماشيه حياتي كده الفتره دي، وبرضه بقول الحمد لله. ما بصدرش طاقه سلبيه، بس خليتوني اطلع عن هدومي بقى. خلاص انا طلعت اقول لكم انا جبت اخري. كفايه بقى نبر عليا، كفايه من ورا الشاشه، كفايه. واللي انتوا بتقولوه بيوصل، يعني حلو بيوصل، وحش بيوصل. فنتقي الله في نفسنا شويه. تسيبوا اللي بتربي ايتام لوحدها بطولها في الدنيا الغاليه دي في حالها، سيبوني في حالي. اتقوا الله فيا شويه. طالعه بقى كل اللي بيحبني ادعموني لايك وشير وسبسكرايب للقناه وشجعوني بكومنتات عشان اشتغل. مش عارفه اشتغل مبدئيا خالص، مش عارفه اقف قدام الكاميرا واشتغل. اكل عيشي واقف، بس هقول الحمد لله على رزق ربنا اللي ربنا بيبعته لي كله انا راضيه بيه. ده للمتابعين اللي بيحبوني وبيسالوا عليا. الكلام التاني للي بيكرهوني وبيذموا في حقي كل شويه، بتجيب فلوس معاها تاكل معاها تلبس، دي عملت اكل النهارده ايه ده. والله العظيم ما بقيت عايزه انزل اكل على القناه. تتخيلوا اللقمه بيبصوا فيها. يعني تتخيلوا عملت فرخه النهارده، الناس مش لاقيه تاكل فراخ وانتي رايحه تعملي فراخ. لما كلنا بناكل وبنشرب. بقيت ماشيه فول وفلافل، مكرونه بيض، مكرونه اتنفخنا، مكرونه وبيض والله العظيم اقدر اقول لكم حاجه، ربنا يبتلي الظالم
بظلم يبتلي بيه طول عمره، ما يسيبوش ابدا. حسبنت ربي فوضت امري لله في اي حد باصص لي في اكل عيشي، حسبنت ربي فوضت امري لله في اي حد حاططني في دماغه، حسبي الله ونعم الوكيل اللي فيا يروح فيهم. بس مش هقول لربنا اكتر من كده. انا عمري ما بدعي على حد غير بحسبي الله ونعم الوكيل، بحسب ربنا وبيجيب لي حقي وما بيطولش عليا. والله يا ربي عمرك ما طولت عليا في رد حقي. فانا طالعه لكل اللي بيحبوني، ربنا يخليكم ليا، ربنا يدومكم نعمه في حياتي ويزيدكم كمان وكمان، وبشكركم من كل قلبي على دعمكم الشديد ليا من ورا الكاميرا وقدام الكاميرا. بحبكم في الله، وعايزه اقول لكم ان في الله بحبكم، ويا رب ما يكونش اخر فيديو يعني انا هتصوريه، واكمل الفيديوهات على خير، وربنا يقويني لان اكل عيشي انا وولادي مصدر رزقي، ماليش مصدر رزق تاني غير القناه. والحمد لله، وانا راضيه باللي ربنا يبعته قليل او كتير، ومفيش حاجه اسمها قليل، كل واحد ربنا بيبعت له رزقه على قد تعبه وشقاه ومجهوده. مش هقول اكتر من كده، واسفه على الفيديو المحبط ده، بس غصب عني كان لازم اعمله لكم، لان انتوا تستاهلوا ان انتوا تعرفوا اللي انا فيه. انتوا اللي بتحبوني تستاهلوا تعرفوا اللي انا فيه، واللي بيكرهوني واللي حاطيني في دماغهم وفي عينيهم اللي تتخزق دي يعرفوا ان هم نبرهم جاب فايده. يعني هم كده لك 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 جاب فايده اهو، نبركوا جاب فايده معايا، مبقتش عارفه اصور فيديوهات. سلمت امري لله، وجهت ظهري ليك يا رب، سلمتها ليك يا رب، ومش هقدر اقول غير كده. ويا رب اشوفكم في فيديو جديد ونكون على خير. اقول لكم سلام ورحمه الله وبركاته.